الان الكابتن عدنان درجان جماهيريا متصدر. هسه نريد الجايات احنا. هي الجايات الكامل. استاذ حيدر انا راح اعيد ما قلته. يعني عدنان درجال عليه انه يتلاحق ما تبقى من اسم اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، لانه هو وزاريا تاريخه غير مشرف بالاداره، تاريخه غير مشرف بايام النظام السابق حينما كان يعمل مع المقهور عدي صدام حسين. نعم. تاريخه غير مشرف الان الاداري بالاتحاد العراقي لكره القدم. الان لا غير مشرف يعني شنو؟ استاذ طارق بس دقيقه اسمح لي اختلف وياك. غير مشرف شنو يعني؟ هاي كلمه بيها يعني هواي تتحمل تفسيرات. يعني فشل اداري ذريع. يعني غير مشرف هذا التاريخ الاداري. فشل اداري سواء بالوزاره منو يحكم عليه؟ منو يحكم عليه؟ وهذا النتائج. يعني احنا اعتقد جزء من المنظومه استاذ حيدر، انت واني ودكتور حسين واستاذ رعد والجميع الاخرين. هم ترى المطبلين والجولشيه عددهم قليل. لا يعني ما لي علاقه بالجماهير، الجماهير عاطفيه، جماهير كذا، جماهير اختلاف ثقافاتها، ما لي علاقه. احنا الناس اللي اختصاصنا هذا الموضوع ونلاحظ ونتابع. ما نجيب من جيبنا استاذ حيدر. اداريا بالوزاره شنو اللي سواه؟ شنو اللي قدمه للشباب؟ شنو زين في اتحاد كره القدم واتحاد ما عدا بطوله الخليج اللي ساهمت بها الحكومه كلها، الدنيا كلها ساهمت بها. عدنان درجال مو بوحده كان. هاي 33 مليون منين جابتها؟ مو من الحكومه. اسعد العيداني يركض من الصبح الليل صار له سنين عليها، وبقيه الجهات الهندسيه والاداريه والكذا. ما كان عدنان هو بطل فيلم بوحده بطوله الخليج بهذا الانجاز. بس هو صار بطل فيلم بعدين. ما صار بطل فيلم الا كم واحد مسوي بطل فيلم استاذ. ذول المشترينهم بفلوس بمليون دينار، رواتب 750 ومليون دينار. وبعدين راحت هاي الفوره مال بطوله الخليج. الان الانبطاحات اشتغلت هسه، وهذا الفشل الاداري اللي اقول لك عليه. يعني هذا كتاب مال عباس الياسري، هذا انبطاح. عباس هو اللي جايبه، هو اللي خاله، هو اللي مشيه. من يصدر عليه كتاب هذا انبطاح. موافقته على انه يصادق على قرارات الهيئه العامه اللي مختلفه تماما مع توجهاته وطروحاته ايضا انبطاح. واذا يريد يستمر بالاتحاد، اذا ما يستقيل ويحترم تاريخه كلاعب، عليه انه يستمر بالانبطاحات. وهذه الوعود اللي اطلقها كلها كاذبه، او تحدث هناك معارك ضاريه بينه وبين بقيه اعضاء الاتحاد وبين الهيئه العامه.